أهلا بيكم. لو مني بتستفيد خليك لقناتي مفيد واشترك وهيوصلك مني كل جديد. تطبيق باوند كلاب، تطبيق للقروض الشخصية من الموبايل بدون ضامن ولا ضمانات. هتحمل التطبيق، هتعمل تسجيل دخول، هيقولك حط صورة سيلفي، صورة البطاقة الشخصية بتاعتك، مصدر للدخل، سنك بيكون من 18 ل60 سنة، واطلب الكارد اللي انت عايزه. معاك من أول 5000 جنيه لحد نص مليون جنيه. هتقوله أنا عايز كارد ب2000 جنيه، هيقولك ادينا الصلاحيات. خش على الصور، على الفيديوهات، على الأسماء، على كل حاجة على موبايلك، وادينا ساعة من وقتك. في الساعة دي هو فاتح داتا، انت فاتحها من عندك، وبيسحب كل البيانات اللي موجودة عندك على الموبايل، صور، فيديوهات، أرقام، جهات اتصال، رسائل، محادثات، كل حاجة. بعد كده بيقيمك حسابات السوشيال ميديا، يقولك انت تستاهل تاخد كارد بكذا. في تطبيقات طبعا بتبقى ايه يعني كويسة، بيديك فعلا كارد، وفي تطبيقات بتبقى نصابة بيقولك لازم تشترك في التطبيق وتدفع اشتراك شهري عشان نقدر نديك كارد. طب انا يا جدعان انا مزنوق ادفع لكم عشان اخد. وفي تاني يقول لك يا فندم احنا المصاريف الاداريه بتاعه الكارد ابو 2000 جنيه دول 400 جنيه، حضرتك تدفعهم لنا كاش واحنا نحولك ل 2000 جنيه على بعضين. طبعا ده نصب وده نصب. في بقى اللي بياخد وما بيدفعش او يتاخر في الدفع فيجيله غرامات، ويتهدد بالصور والفيديوهات اللي موجوده على الجهاز اللي هم خدوها من تليفونك اثناء التسجيل، ويتصلوا بجهات اتصالك، مراتك، حماتك، اهلك، اصحابك في الشغل، مديرك في الشغل، عشان كارد. كلام فارغ. وبتسمع اسوأ الالفاظ من ناس ما كنتش اتوقع ان هم كده. نصيحة بلاش تتعرضوا نفسكم ولا اهلكم لحاجة زي كده. كل التطبيقات ديت نصب في نصب. مفيش حد بيدي نص مليون جنيه كارد من الموبايل بتاعك، مهما كانت الضمانات اللي في الموبايل بتاعك. ما فيهاش شاليه يعني، الموبايل بتاعك مجواش مش جواه شاليه عشان يضمن لك فلوس. لو ما كنتش تعرف التطبيق حذر غيرك منه، واشترك في قناتي وراجع برامج. والسلام عليكم.